ازيك يا ولاد؟ الخير عليك يا رب تكونوا بخير يا رب. موضوع حلقتنا النهارده طالعه اتكلم عن زوجة الاب القاسي يا ولاد. يعني طالعه كده اكلمكم كده واقول لكم بلاش كل واحده مفتريه تمسك يعني ابن جوزها بقى تعدمه العافيه وتموته، ولا بنت جوزها وتمسكوا بقى تقطعوا وتحرقوا وتولع في شعره وتقصقص له شعره وتمسكوا بقى تدوس عليه وتهينوا وتبهدلوا. يا ولاد انت بسيرك يا مرات الاب تكوني ام، ومسيرك يا جوز الام تبقى اب، يعني مسيركوا تبقوا كده مع بعض وتتبادلوا نفس الشعور. يعني انا مش عارفه انا بقول ايه يا ولاد، بس المهم يعني اللي انا اعرفه ان انا عايزه اوصله لكم في الاخر ان لازم زوجة الاب تكون قاسيه ويكون عندها ضمير. تكون قاسيه ويكون عندها ضمير وايه، والمهم بقى انها تكون في الاخر تكون حنينه ويكون ما عندهاش قلب خالص. يا ولاد، هو يا رب كده المعلومة تكون وصلت. فالمهم يعني ان الواحدة مننا ما تاخدش العيل بقى تحت منها كده، ان هو يبقى نقطة ضعف تحت منه، لان هو بقى هو بقى كده. انت لو ابنك كده يعني هترضي ان حد يعمل فيه كده؟ انت ترضي ان واحد يضربه؟ ترضي ان واحد بقى يزعله ويضربه ويكسر عظمه ويحرقه ويدوس عليه بالجزمة ويعمل الحاجات دي يعني؟ ربنا يهدك يا رب يا مرات الاب، ويهدك ويهدي قواكي يا بعيدة. فحاولوا يا ولاد ان انتوا تبقوا تمسكوا كده ابن جوزكم كده، تمسكوه تقطعوه، وبنت زوجكم تمسكوها تقطعوها كده وتموتوها، لان يا ولاد في ربنا في الاخر، في ربنا في الاخر. ولازم بقى تحسوا ببعضكم كده يا ولاد والله، عشان هو كده في ربنا بقى في الاخر يا ولاد، ولازم تحسوا ببعض والله. وانا مش عارفه انا بقول بس المهم يا رب تكون وصلت لكم المعلومه يا ولاد والله. يلا اصبحوا على خير بقى، يلا اصبحوا على خير.